السلام عليكم احلى ناس واحلى متابعين، فضلا وليس امرا اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. ولايك يا جماعه، اللايك يعني مش مكلف، دوسوا لايك واكتبوا لي كومنت حلو كده منكم، واي افكار او اي وصفات عايزينها اكتبوها لي في الكومنتات وانا انزل لكم بالطريقه على طول. ابدأي بقى الشهر صح واعملي من فرخه واحده 4 وجبات. ايوه زي ما بقولك كده، واستغلي بقى ان الفراخ ما شاء الله رخيصه. كل اللي عليك انك هتجيبي فرخه في حدود 2 كيلو ونص او 3 كيلو عشان تطلعي منها اكبر كميه من الوجبات. في ناس كمان ممكن تطلع منها 6 وجبات، لكن انا هطلع لك منها 4 وجبات، وال4 وجبات ما شاء الله كبار جدا جدا، يعني في منتهى الجمال. قطعت بقى الوركين زي ما احنا شايفين، واخدت الجزء اللي هو ناحيه ورا ده القفص. تمام. وهنا كل ورك ممكن يتقسم على 2 عادي جدا، وهناخد الجزء اللي هو بتاع الأجنحة ده. تمام. ونشيله هو كمان بالطريقة دي، جزء الجناح ده. وهنبتدي ان احنا نقطع القفص الصدري اللي هو ناحية ورا ده كده بالرقبة. هتشيل الجزء ده تماما كده، هيتشال معاكي قطعة واحدة. ولاحظي بقى ان التقطيعة فيها حاجة حلوة جدا، هي اللي هتطلع معاكي الوجبات. وزي ما شفت اهو فرخة واحدة. تمام. وانا مش راضية افصل الكاميرا ولا اي حاجة عشان نشوف مع بعض، عشان محدش يقولي ان انتي زودتي الكمية ولا جبتي فرختين ولا اي حاجة. هي فرخة واحدة قدامكم اهو، الصورة موضحة نفسها. شلت القفص الصدري. تمام. بالمنظر ده بقى فاضل معايا الايه، الجزء اللي هو بتاع الصدر ده. تمام. هبتدي ان انا افصل الجلد كده بس عشان اعرف اقطعه، وهقسم الصدر كده على 2 بالطريقة دي ما شاء الله. وهاخد القطعة دي اللي هي بتاعة الصدر او الأجنحة دي، هنعملها زي دبوس، قطعة دبوس صغيرة كده. هناخد فيها حتة لحمة برضو من الصدر. تمام. عشان تبقى معانا برضو قطعة حلوة تنفع مناب، تبقى جميلة جدا. تمام. بدل ما تمشي يوم كده وتقضيها يعني بدون حاجة، وهتلاقي نفسك بتصرفي قد كده برضو. فالأفضل إن يبقى عندك كل يوم بروتين، ولو حاجة بسيطة، بس دخلتي البروتين في جسمك وفي جسم أولادك يوميا. مش بخل والله العظيم ولا حرص، احنا بنمشي الدنيا. في ناس يعني مش عارفة، أنا هنا بديكوا أفكار. بنمشي الدنيا وكده كده أهو يوم وهيعدي. والبروتين مش بكتره، كتره ما فيهوش فايده. اسالي الدكاتره كده، بس برضو لازم ندخل بروتين لجسمنا. خدت بقى القطعه بتاعت الصدر الاولانيه دي، وهبتدي ان انا اقطع منها كده قطع بانيه. تمام. قطعيها بقى بانيه زي ما انت عايزه. الحته اللي هتتقطع معايا بانيه شكلها حلو، هركنها على جنب كده للبانيه. واللي مش هتيجي شكلها حلو انا هعملها بقى اللي هي الستريبس، او ممكن نعملها الشاورما الفراخ. تمام. يعني حاجه من الاتنين دول زي ما انت عايزه. ده الصدر التاني اهو، ابتديت ان انا اقطعه برضو كده، اخد منه قطع بانيه بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي بكل سهوله. اظن الكاميرا ما اتفصلتش وكل حاجه شايفينها والصوره موضحه نفسها. الصدر ده هنطلع منه وجبتين، مش وجبه واحده، لا وجبتين. هتعملي منه بانيه وهتعملي منه شاورما الفراخ. تمام. او شاورما الدجاج. والقطعة بتاعة العظم دي خلاص كده فصلناها. تمام. وزي ما قلت لكم اهو، القطعة الحلوة هنعملها بانيه اهو، والقطعة اللي مش هتيجي مظبوطة هنقطعها قطع صغيرة، وهنعمل منها احلى شاورما فراخ بقى. وهتزودي الكمية لما تضيفي لها بقى بصل وفلفل اخضر، وتبشري عليها بقى جزراية كده، بجد بتطلعها في حتة تانية خالص، وبتبقى الكمية ما شاء الله كبيرة معاكي. وده البانيه طلع معايا طبق كبير جدا من البانيه. شايفين؟ لو كل حتى حد في الأسرة خد شريحتين حلو أوي، مش وحش والله، أو شريحة يعني حسب أفراد الأسرة عندك. فما شاء الله لو انتوا أسرة عددها صغير، ممكن الطبق ده يكفيكوا على يومين، مش يوم واحد زي ما أنا هعمل كمان. تمام. أنا هنا لقيت قطع الشاورما حبة صغيرة، فهاخد قطعة من البانيه أزود برضو الكمية بتاعت الشاورما عشان يبقى معايا قطع الشاورما حلوة. وهنا بقى القطعة اللي هي بتاعة الورك بتاع الفرخة هقسمه برضو إلى قسمين، وكده عملت 4 قطع اهو. يعني الوركين عملوا لي 4 قطع. تمام كده. ودي الأجزاء اللي هي ناحية ورا اللي كانت في القفص الصدري، قسمتها برضو هي الأخرى إلى قسمين بالطريقة اللي احنا شايفينها دي. وهنا القطعة اللي هي بتاعة القفص الصدري بالرقبة
برضو فصلت الرقبة لوحدها والقفص الصدري لوحده. تمام ما شاء الله. هطلع من القطعة دي برضو وجبتين، وكده عملنا الأربع وجبات زي ما احنا شايفين ما شاء الله. تقدري بقى توسطني كده القطع كده. ادي طبق برضو ينفع تسلقيه كده وتعملي جنبه محشي، او تطبخي طبيخ عادي رز واي خضار جنبه، هيبقى جميل جدا. وادي طبق البانيه بتاعنا ما شاء الله. شايفين طبق كبير جدا من البانيه. وادي قطع الفراخ معانا، تمشينا بقى يوم كده تطبخي فيه للولاد وتعملي فيه برضو تعملي محشي زي ما قلت لك، او تطبخي طبيخ العادي براحتك. وهناخد كمان طبق لايه بقى، اللي هو الكبد والقوانص، الحاجات اللي هي القفص الصدري، الحاجات بقى اللي طلعناها دي هتبقى تعملي عليها شوربة جميلة، شوربة لسان عصفور للولاد في يوم برضو كده، هتبقى في منتهى الجمال، حاجة تحفة. وكده طلعت 4 وجبات ل4 أيام ما شاء الله من فرخة واحدة فقط لا غير. مشي الدنيا وابدأي شهرك صح، وابدأي بميزانية حلوة جدا عشان توفر معاكي. شايفين انا هنا لقيت القطعة اللي هي بتاعة الشاورما صغيرة كده، لقيتها فاخدت قطعة من البانيه عشان ازود الكمية. وما شاء الله شايفين جمال والحلاوة. الطبق ده هتعملي منه احلى شوربة، وبرده معاك الكبدة والقناصة جميل برضو فيه بروتين اهو، والرقبة والقطع اللي هي والاجناح، الحاجات اللي هي دي. تمام فهيمشي يوم برضو مش هيقول لا. وده كده يوم طبيخ مش هيقول حاجة. صينية بطاطس حتى بالفراخ جنب طبق رز كده جميلة. والبانيه بقى هتعمليه مع مكرونة في منتهى الجمال برضو، او طبق رز وسلطة مش هيقول لا. والشاورما بقى هتزودي الكمية زي ما قلت لك بقى بالبصل والفلفل كده، وتبشري عليها ممكن تبشري بطاطس وتبشري كمان جزر، هتبقى في منتهى الجمال. وتقمري بقى عيش وسلطة. وادي 4 أيام ل4 وجبات. تعالوا بقى نشوف مع بعض الوصفة التانية اللي هتوفر معانا برضو بداية من أول الشهر، وهي الطحينة. الطحينة دي برضو من الحاجات اللي بتصرف كتير، اللي بنحتاجها. مثلا نضيف شوية طحينة على جبنة احنا جايبينها، برضو على مثلا هتعملي رنجة بتحبي تضيفي عليها طحينة جنب مشويات. فالطحينة دي لا غنى عنها في كل بيت. فمعايا كوباية سمسم هاخدها كده على النار، هسخنها يا دوب تسخين خفيف. تمام هو السمسم غامق معايا شوية لأن السمسم ده بلدي من اللي هو بيتباع في الأسواق. تمام مش شارياه من العطار، أنا جايباه من الناس اللي هي بتقعد في الأسواق اللي هم زارعينه في الأرض. بعد ما سخنت كوباية السمسم كده على النار، أو طيرت السقعة بتاعتها بس الرطوبة بتاعتها كده، بنفس الكوباية كوباية دقيق ما شاء الله بالطريقة اللي احنا شايفينها دي. برضو هبتدي ان انا اقلب كوباية الدقيق يا دوبك برضو تسخن معانا كده قيمة ما ايدك تطيقها، وخلاص كده بتبقى جاهزة معانا الوصفة. انا هنا مش بحرق الدقيق ولا حاجة، لا انا يا دوب بس بطير السقعة بتاعته، بطير الرطوبة عشان يفرفش معايا ويبقى بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. وفي الخلاط هنعمل مع بعض احلى طحينة بالسمسم في منتهى الجمال. ونفس الكوباية اللي عايرنا بيها كوباية السمسم، كوباية دقيق كوباية زيت. بس الزيت انت ممكن في الاخر تزودي شوية كمان عشان لو القوام تقيل معاكي، لكن مبدئيا بناخد كوباية من الزيت في بداية الوصفة. تمام طبعا انا معايا هنا مش كوباية، انا معايا كسرولة كبيرة عايرت بيها كل المكونات، فانت عايري في اي حاجة موجودة عندك، اهم حاجة المعيار يبقى واحد. تمام كده اخدت بقى كوباية طبعا اهو من الزيت. وادي المصحنة بتاعة التوابل هناخد فيها السمسم ونصحنه، هيتصحن معانا بكل سهولة. تمام ولا عملتي بره ولا هتكسلي ولا اي حاجة. مصحنة التوابل العادية اللي موجودة عندنا دي هتصحني فيها السمسم وهتنعميه تماما، وهيبقى ناعم معانا بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. تمام نعمت بقى كمية السمسم اللي معايا كلها، وبقت معايا بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. لو حاسه ان هي خشنه شويه يعني ايه افرميها مره كمان، يعني خليها تعدي على المفرمه كده او المصحنه بتاعه التوابل مرتين. تمام لو مش حباها تبقى مخرفشه كده. وكده بقت مقاديرنا جاهزه معانا، الدقيق والسمسم والزيت. وهنا بقى يجي دور شفشق الخلاط معانا، ونقول بسم الله بسم الله. كلنا نصلي على رسول الله في الكومنتات يا قمر. لو لسه ناسيه اللايك دوسي لايك،
اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. نزلت بنص كوباية الزيت الأول عشان أضرب الزيت في الخلاط. الخطوة دي مهمة، بتخلي الطحينة تطلع معانا ما بتفصلش من الزيت خالص. خطوة إنك تضربي نص كمية الزيت كده ويتحول معانا من اللون الأصفر بتاع الزيت للون الأبيض ده، هي دي اللي بتخلي الطحينة تطلع معانا حلو. عفوا بس على صوت الولاد اللي جنبي. تمام. خطوة انك بتضربي نص كمية الزيت في قلب الخلاط دي بتخلي الطحينة ما تفصلش معانا مهما قعدت عندك. هناخد برضو جزء كده من السمسم المصحون. تمام. يعني نقول نص الكمية مثلا او ربعها، ونضربها مع الزيت الاول. تمام. لغاية ما يبقوا معانا بالقوام ده. في عندك هنا خيارين، في ناس بتعمل الطحينة من غير ما تضيف الدقيق، لكن انا بضيف الدقيق عشان تبقى اقتصادية وعشان يزود الكمية معانا. تمام كده. لكن هي ممكن تبقى زيت وسمسم بس، تبقى في منتهى الجمال. ويا سلام بقى لو عملتها بزيت ذرة، الله بتبقى احلى واحلى كمان. هنا ضفت بقية كمية السمسم، وهنا الدقيق برضو ابتديت ان انا اخد منه جزء كده واضيفه، وهاخد بقى المكونات كده دفعة واحدة في قلب الخلاط واضربها مع بعض. تمام. انا هنا بقى لقيت المكونات ما شاء الله كده، بعد ما ضفتها وجيت اضربها لقيت المكونات مش راضيه تمشي معايا، لان انا ضفت مكونات كتير. فانا افتكرت ان انا عندي لسه بقيت كميه الزيت، طبعا عشان كنا ضايفين نص كوبايه زيت في البدايه. تمام. فضفت بقى باقي نص كوبايه الزيت وضفت بقيت الدقيق معايا. تمام كده. الخطوه دي مهمه جدا. هنبتدي ان احنا نضربهم بقى مع بعض كلهم ضربه كويسه، ولو لقيت القوام تقيل معايا هبتدي ان انا ازود شوية زيت كمان. يعني انا هنا استخدمت كوباية زيت لغاية دلوقتي، لكن الزيت ممكن تزوديه لو لقيت القوام تقيل معانا، عشان طبعا لما بنضيف الدقيق بيتقل المكونات معانا وبيخلي القوام تقيل جدا جدا. هنا بقلبها بالمعلقة عشان تمشي في الخلاط. تمام كده. وهبتدي ان انا اضربها ما شاء الله بالطريقة دي كده. القوام عايزه اقول لكم ما شاء الله تقيل جدا جدا بجد. احنا لما بنشتريها من بره ما بتبقاش بالقوام ده، تقيله جدا. هبتدي بقى في الوقت ده سرسوب زيت من فوق كده، نص كوبايه زيت. بصوا انا جبت الازازه على طول ضفت منها، بس انت ممكن تستخدمي نص كوبايه زيت كمان. سرسوب زيت كده والخلاط شغال، تضيفي الخلاط شغال اهو، سرسوب زيت بسيط من فوق وتشتغلي. عايزه اقول لكم محتاجه زيت كمان، والله القوام تقيل جدا، بس انا هسيبها تقيله كده. يعني انا بحبها قوامها ما يكونش خفيف قوي، تكون بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. تمام كده. هبتدي بقى ان انا قبل ما اطفي عليها افتكرت ان انا ما ضفتش سنه ملح صغيره كده، بتطعمها معانا وبتخليها طعمها حلو جدا. فضفت كده معلقه ملح بسيطه او رشه ملح عشان تديها طعم حلو. وتعالوا بقى اتفرجوا على احلى قوام. ما شاء الله. شايفين الطحينة؟ شايفين القوام بتاعها تقيل قد ايه؟ تقيلة جدا جدا ما شاء الله عليها. شايفين؟ عملت معايا كمية كبيرة من كوباية وكوباية 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 ونص زيت. يعني نقول كوباية ونص زيت وكوباية دقيق وكوباية سمسم. ما شاء الله. ما تنسوش بقى تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد.